تخيل تبقى واقف في لوكيشن التصوير والموبايل يرن تلاقي رئيس الجمهورية بنفسه على الخط وبيقولك عايزك وزير معايا في الحكومة. دي مش قصة فيلم، دي الكواليس السرية والمثيرة اللي حكاها حسين فهمي عن اليوم اللي شقلب حياته. في نص ساعة كلم رئيس مصر الأسبق حسني مبارك الفنان حسين فهمي وعرض عليه وزارة الثقافة علشان عجباه آراءه. حسين بذكاء الفنان الحر رفض الدخول في قيود المناصب وقال له أنا فنان حر ومنطلق يا فندم ومليش في الكراسي. الكوميديا والإثارة الحقيقية بدأت أول ما قفل مع الريس. التليفون مبطلش رن وفي ثواني تحول لمصيدة من حيتان النظام. أول مكالمة كانت من الوزير فاروق حسني نفسه مرعوب وبيسأل كنت بتقول إيه لمبارك؟ حسين طمنه وقال له أول مكالمة كانت من الوزير فاروق حسني نفسه مرعوب وبيسأل كنت بتقول إيه لمبارك؟ حسين طمنه وقال له رفضتها علشان ترتاح. لسه بيقفل رن تليفون تاني، مين؟ زكريا عزمي بيحقق، ها كلمته في ايه؟ لسه هينطق يرن صفوة الشريف بنفس السؤال. تليفونات الرئاسة والحكومة كلها كانت بتراقب المكالمة والكل مرعوب على كرسيه، لكن الواد التقيل قفل السكة في وش القلق كله ورجع يكمل تصويره كفنان حر ما بيحكموش كرسي.